السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة يوميات إشراق. مساء الخير لكم البنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم رايحة نحضر وصفة رائعة جدا، وصفة الديول في الدار، ناجحة 100%، رائعة جدا ان شاء الله. رايحة تعجبكم وتعتمدوها في المنازل في شهر الفضيل بإذن الله. هنا عندي كيس او عفوا كأس من الماء يكون مملوء، وكأس من الفرينة يكون ماهوش معمر مليح، قل يكون ناقص صبع هكذا. وعندي ملعقة معمرة مليح من النشا، وملعقة من الزيت، وملعقة صغيرة من الملح. هذو هما المقادير اللي نحتاجوها. رايحة نستعمل هنايا الباتور. هذه الوصفة رائعة، ما فيهاش تعب ني عجين ني والو، سهلة وسريعة ومضمونة. انا قلت لكم البنات يكون الماء اكثر بشويه من الفرينه باش ما تجيش ثقيله، يجي القوام تاعها خفيف شويه ماشي خفيف بزاف، باش نقدروا نمشيوها في المقله بسهوله. هذه هي البنات. نكمل نخلط. هنايا انايا كي خلطت لقيتها باللي كانت ناقصه شويه فرينه، جات خفيفه بزاف. زدت لها مغرف لا ملعقة من الفرينة وجات سوسوة كما راكم تشوفوا. شوفوا البنات كيفاش القوام تاعها خفيف كما قلت لكم. ما زدت لها ملعقة من الفرينة معمرة. من الاحسن انكم تضيفوا بشويه باش تعرفوا باش تقدروا تتحكموا في الخليط. هنا راني تخلطت شويه. هنا راني درت الزيت كما قلت لكم، درت غير ملعقه من الزيت. دورها هنايا انها تخلي لنا الديول ما يلصقوش في بعضهم. شفتوا هذا هو القوام اللي راني نحوس عليه، ما يجي خفيف بزاف ما يجي ثقيل بزاف. ونفوتوا نطيبوهم مع بعض. كما راكم تشوفوا البنات راني درت الماء في الكسرونه ودرتها على النار قويه، وحطيت فوقها المقله اللي راح نطيب فيها الديول. هنا راهي تهرب لي انا شويه ما ساعدتنيش. جات شويه صغيره المقله تاعي. من الاحسن انكم ديروا مقله تاع لي كراب، ولا مهم تكون شويه يكون القطر تاعها كبير. ونبداو نخدموا الديول تاعنا. نحاول نعمر كامل البلايص هذوك باش تجيني سوسوة، تجيني الحبة معدولة، ولا الورقة تاعي تكون مليحة. وهنايا نبدا نحيها كي نشوف باللي على الجوانب بدات تتقشر. بمجرد ما نشوفها بدات تقشر من الجوانب نبدا نحيها غير بشويه هكذا. تجي ما شاء الله تجي رائعه كيما اللي نشريوهم بالضبط. شوفوا البنات هايله هايله هايله. نزيد معاكم ورقه واحده اخرى. نخدموا بهذا لابغوس تاع السيليكون. لازم تكون يدك خفيفه باش تجيك الورقه تاعك متساويه ما فيهاش بلايص فارغين هكذا. نديروا شغل طبقتين. راهي بدات هنايا تتقشر منا، نبدا نحيها غير بشويه. لا شوفوا البنات رائعه. ويجي الوجهات تاعها املس. نحطوها هكذا البنات، نحط الوجه اللي احرش نحط يجي من تحت، والوجه الاملس يجي من فوق. راكم تشوفوا راني درتها طرشونه. كل ما تطيبوا حبه احطوها داخل في الطرشونه وغطوا عليها. ها راهي بدات تطيب البنات، ما تزربوش وتنحيوها قبل ما تطيب وتلصق. واذا شفتوا شفتوها بدات تلصق زيدوا ادهنوا المقله تاعكم بشويه زيت ومسحوها بكاشي منديل هكذا وكملوا نورمال. شوفوا البنات رائعه. رايحه نزيد نديرها في
في الطرشونة ونغطي عليها ونكمل الباقي. كملت طيبتهم كامل. شوفوا البنات ما يلصقوش في بعضهم بلا ما ديري بيناتهم ني فارينة ني سميد ني والو، ما يلصقوش في بعضهم لانه درنا فيها على شويه زيت. راكم تشوفوا البنات هايلين بالفعل هايلين، نتمنى تجربوها تعجبكم. هنا راني درت شويه حشو بسيط جدا، بطاطا وفرماج وشويه زيت وشويه زيتون اخضر وروليتهم. راني نقلي فيهم البنات، لازم تكون الزيت قليله باش ما تفتحش الحبه. شوفوا النتيجه في طبق التقديم. بسم الله بسم الله. شوفوا البنات العين تاكل قبل الفم، جاو هايلين وكأنه مش مشريين، ما همش مخدومين في الدار ومقرمشين. ان شاء الله تجربوها وتتأكدوا بنفسكم برواحكم وتعتمدوها في شهر رمضان الكريم بإذن الله تعالى. ان شاء الله نصوموها بالصحة والهنا. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم وتجربوها، واللي جربتها تخلي لي تعليق تحت لا فيديو. نخليكم تسمعوا صوت القرمشة، واللي شاهدها تسمح لي ان شاء الله نشهيكم في الجنة يا ربي. واللي عجبتها وصفة اليوم نتمنى انها تخلي لي تعليق وتبارطاجي، تخلي لي جيم وتبارطاجي لا فيديو لاقصى حد باش الكل يستفاد منه. ونخليكم بقاو على خير في امان الله وحفظه. سلام.